فترة طويلة أغلبنا كان فاكر إن بناء البراند حاجة بتحصل يا إما بالبركة يا إما بالصدفة يا إما إن البراند ده يكبر لوحده بطريقة عشوائية. بس كل ما اشتغلت أكتر وبدأت ألاحظ براندات بتكبر وبراندات بتقع وبراندات بتعمل جروث بشكل ملحوظ، بدأت ألاحظ حاجة مهمة جدا جدا جدا، إن النجاح ده نادرا لما بيبقى صدفة، ولكن هو بيبقى نتيجة intentional strategy. حتى لو صاحب البراند نفسه ما كانش قاصد ده او ما كانش فاهم ده وهو بيعمله في الاول. المشكله مش ان الناس او البراندات مش بتعمل كونتنت كفايه، المشكله ان الناس والبراندات بيعملوا كونتنت من غير دايركشن، يعني تقعد تنشر وتجرب وتغير وتقلد وهكذا، وبتفضل مستني بقى ان البراند يضرب او ان الفيديوز تجو فايرال. وده على ارض الواقع بيخليك تحس ان احنا بنشتغل وبنعمل وبننتج، بس احنا مش عارفين اصلا احنا هنوصل لايه ومش عارفين المشكله فين. وهنا بالظبط انا فضلت ادور ازاي اقدر اعمل بيلدينج لبراند ايا كان الوضع بتاعه في السوق ايه. وهنا هقول لك اول فريم ورك خلاني اعيد تفكيري في الموضوع ده كله من اوله لاخره، واللي هو اسمه براند جيرني فريم ورك. والفريم ورك ده مش بيخليك تقول اعمل ايه النهارده، لا هو بيخليك تبدا من الاخر. يعني بدل ما تسال اعمل ايه او انزل كونتنت شكله عامل ازاي، لا هو بيخليك تسال انا عايز اوصل لايه اصلا. وده بالظبط اللي احنا عايزين نوصل له. وهنا انت بتقعد تعمل ريفرس انجينيرنج للبراند بتاعك. والفريم ورك ده بيختصر لك الرحله دي في 4 اسئله بس كلنا محتاجين نسالهم لنفسنا لما نيجي نعمل اي براند في الدنيا. ولو انت جاوبت عليهم صح كل حاجه بعد كده هتبقى اسهل بكتير. اول سؤال فيهم هو معناه انا عايز ايه اللي يحصل بالظبط. السؤال ده شكله بسيط بس اغلب الناس ما بتبقاش عارفه تجاوب عليه. وده طبعا مش معناه ان انت تقول لي انا عايز اكبر او عايز ابقى معروف او هكذا، لا طبعا مش دي اجابه السؤال. السؤال هنا المقصود بيه انت عايز ايه النتيجه النهائيه. يعني انت عايز مثلا تبقى بابليك سبيكر، ولا عايز تعمل سيلز، ولا عايز تبقى كونسلتنت، ولا عايز تحقق مثلا ان انت تبقى انفلونسر في مجال ما. وهو ده بالظبط اللي انت محتاج تجاوبه في السؤال، لان انت من غير هدف واضح قدامك مش هتبقى عارف تعمل ايه اصلا شكل الكونتنت، وهتبقى ماشي عشوائي. تاني حاجه لازم تعرفها هو محتاج اتشهر بايه علشان الهدف ده يحصل. وهنا برضو هتلاقي اغلب البراندز كل هدفها انا عايز ابقى معروف، بس ده برضو مش الاجابه الصح على السؤال. وانت هنا مش محتاج غير ان انت تبقى واضح، لان انت مش محتاج تبقى معروف وخلاص، انت محتاج تفهم انت عايز تبقى معروف بايه. يعني ما تبقاش ان جنرال، لازم تكون فعلا سبيشاليزد في حاجه معينه الناس عارفاك بيها او انت مشهور بيها. تالت حاجه محتاج تعرفها انا محتاج اعمل ايه علشان اتشهر بالحاجه دي. وهنا بقى انت هتنزل شويه من مستوى التفكير لمستوى الفعل. يعني لو انا عايز اعمل ريبيتيشنز معينه لازم اعمل اكشنز تخدم الريبيتيشنز دي، زي مثلا نوع المحتوى وزاويه الكلام وايه اللي محتاج اقوله كتير وايه اللي محتاج اكرره وايه اللي محتاج ان انا ما اقولوش خالص. كل ده بيساعد في بناء البوزيشننج بتاعك للناس اللي بتسمعك او بتشوفك. رابع حاجه محتاج تسالها لنفسك انا محتاج اتعلم ايه علشان اعمل الحاجه دي صح. وده السؤال اللي انا بشوف ان اغلب الناس بتسيبه للاخر خالص او اصلا ما بتجاوبش عليه. بالبلدي كده البراند ده مش حاجه اوتبوت بس، لا انت محتاج تفهم ان انت لو محتاج تعمل اكشنز جديده يبقى انت محتاج تتعلم سكيلز جديده. فلو انت ما اتعلمتش السكيلز دي بالتالي مش هتعرف تطلع الاكشنز دي. يعني الاوتبوت بتاعك اصلا لو مش متغذي بانبوت قوي جدا انت مش هتعرف تعمل حاجه. يعني البراند باختصار هو نتيجه ليرنينج مستمر. والبراند جيرني فريم ورك ده هو مش مجرد كلام نظري، هو رود ماب كامله انا بحاول اتعلمها واطبقها على كل البراندز اللي انا بشتغل معاها علشان اقدر فعلا اقيس مدى اهميتها ومدى قوتها ومدى نجاحها. لان الرود ماب دي الشخص اللي عاملها هو طبقها على اكبر البيزنسز والبيرسونال براندز في العالم علشان يكون فعلا واثق ان هي رود ماب قويه جدا. وهنا انت لما تيجي تبني براند هتبقى بتبني براند ليه هدف وعنده كونسستنسي وقادر فعلا توصل للناس رساله انت نفسك فاهم ايه الرساله اللي انت عايز توصلها. مش بتصحى كل يوم تقول انا هنزل كونتنت ده خلاص. وانا حاليا بتعلم الفريم ورك ده وبطبقه، وباذن الله الفيديوز الجايه هتلاقيني بوثق الرحله دي معاك وبشاركك اول باول ايه كل الابديتس اللي انا بعملها علشان اقدر اعمل بيلدينج لاي براند انا بشتغل معاه. وباذن الله الفيديو الجاي انا هتكلم عن حاجه تانية وهي البراند ستوري فريم ورك. والبراند ستوري فريم ورك احنا هنفهم فيه بالظبط ليه استخدام نفس الاستراتيجي لتو براندز ممكن تنجح براند وتوقع براند تاني. فلو انت مهتم بالكونتنت ده ممكن تتابعني وتستنى باذن الله الفيديو الجاي لما انزله.